اتعلمنا النهارده عن المصريين القدماء وعن الحضاره وعن اكلهم، وانهم كانوا بيقعدوا على الطبليه دي بياكلوا. النهارده عملت حلبسه وبطريقه سهله جدا. الحلبسه احنا بنجيب حمص خام او جاف. عرفت ان في لعبه اسمها الحلبسه، بتتلعب بشخصين. اول شخص بيحط ايده، تاني شخص بيعمل كده، والمفروض ان هو يحاول يخبط ايد الشخص اللي قدامه من غير ما يشيلها. بننقع الحمص لغايه لما يعني لمده يوم كده تقريبا، ونحطه على النار 7 ساعات. وبعديها هنجيب المية بتاعته ونحط فيها بابريكا وملح. حصل 5 سنين. حمص والشم بيتاكلوا وبيتشربوا. بحط ليمون وبصل. جبنا الطماطم، عملنا صوص، حطينا عليه كمون وليمون وبابريكا. وكمان نعمل عصير ليمون ولما يعني نخلص اننا نغلي الميه في البوله، بنحط كل الحاجات اللي احنا قطعناها هنا، وبعديها بنحط فابريكا وشطه وصلصه. ورحنا شفنا المتحف. وبعديها بنحط التوابل، ولا بنقطع خضروات وبنقطع ليمون، وبعديها بنعمل حمص، البهارات، فلفل، ملح. وبعديها بنقطع ليمون ونحطها على النار وبس كده. واحنا بنسويه على النار حطينا بقى البصل والليمون والطماطم عشان ياخد طعم الحاجات دي. وبنقطع الطماطم وبنحطها فيها وبصل